عارف لما محمد سعد لما طلع وقعد يكح وقال لك الحمد لله الحمد لله، بس يا معلم الحمد لله والله فعلا الحمد لله ان هي خلصت كده، خلصت يعني بالحظ ومشيت معانا لاجل ان احنا طيبين، والله العظيم لاجل ان احنا طيبين، ولاجل ان احنا يعني بقالنا فتره منتظرين على كارلو انشيلوتي ان يطلع قماش من حاجات يا معلم. والله اصل هي مش هتطلع، هي مش هتطلع لان هي ما طلعتش قبل كده. هي كانت ماشيه لانك معاك رونالدو في البيك، وبعد كده مشيت لانك معاك فينيسيوس في البيك ومعاك بنزيما في البيك. شهر رمضان ده يا معلم كان فينيسيوس ويعني بيمشي جنب بنزيما كده، وبنزيما ياخد شويه التمر بتاعه وينزل يا معلم يكسح لك اي فرقه بيقابلها. فانك يا معلم تبقى معتمد على شويه لعيبه، ولا هم رونالدو ولا هم ميسي ولا هم يعرفوا يشيلوا فرقه لوحدهم من غير الحظ ما يساعدهم. انت عديت قدام اتلتيكو مدريد لانك يا معلم اكتر فرقه محظوظه في الماتش. اتلتيكو مدريد لو بتلعب فعلا صح، اذا كان ماتش الذهاب ولا العوده، انت ما كنتش عديت. هنتكلم عن ده كله، بس عشان الشير ولايكس قاعد جديد. انا زياد ماجد، دي ومنتدى، ودي حلقه ريال مدريد واتلتيكو مدريد في العوده، ومنتظر ارسنال في الماتش الجاي. يلا بينا خش في الوقت. بكل بساطة وبكل سهولة وبكل يسر، انت يا معلم ما لعبتش كورة في ماتش الذهاب ولا ماتش الإياب تأهلك انك يا معلم والله العظيم يا اتلتيكو مدريد. ليه؟ لأنك يا معلم ما عندكش من أول دوري الأبطال، ما عندكش 1% تكتيك انك نازل يا معلم تكسب الماتش أو أي ماتش انت لعبته. سيبك بقى من ماتش اتلتيكو مدريد خالص، اركنه على جنب. انت الحظ ساعدك فصعدت، بس نقطة من أول السطر. ما تقوليش يا معلم والله انا كسبت عشان احسن فرقه بتلعب كوره في مش عارف فين وفي دوله بنجلاديش، واصل اللعيبه دي في دوري الابطال بتبقى حاجه تانية. اه يا معلم بتبقى حاجه تانية، بس مش هتقعد على طول تديك حاجات تانية. مش هقعد على طول انتظر يا معلم والله ريمونتادا طب ما فيش ريمونتادا النهارده. واتلتيكو مدريد انا قلتها يا معلم بعد ماتش السيتي، يا رب بعدني عن اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد اكلح فرقه انا ممكن اقابلها. اتلتيكو مدريد اكتر فرقه يا معلم ممكن ترخم عليا، ممكن يا معلم والله تعمل هاي بريس في ثانيه، وتعمل ضغط عليه في ثانيه، وتعمل يا معلم هجمه مرتده في فينتو ثانيه، وتبقى يا معلم كلها ورا وكلها في ال 18. انت لعبت حرفيا شوط تاني كله هم اتلتيكو مدريد في ال 18. لعبت شوط اول في الذهاب اتلتيكو مدريد في ال 18، بيطلعوا عليك يجيبوا جون ويرجعوا يا معلم يقفوا ورا. انت ما عرفتش تروح بهجمات ولا بمهاره فرديه من امبابي، وديجو كان بيحاول. اما نزلت ابراهيم دياز اللي هتكلم عليه في حته لوحده كان بيحاول. لا يا معلم هما مش كلهم هيفضلوا يحاولوا، بس انت ما عندكش تكتيك تطلع بيه يا معلم، ما عندكش تكتيك تطلع بيه من تحت. انشيلوتي ما حملوش الا حاجات بسيطه قوي في ماتش يا معلم العوده. انشيلوتي بدا بتشكيله ما فيهاش لاعب واحد اللي غلط، باقي كله انا مجبر عليه. اذا كان فالفيردي انا مجبر عليه، وده احسن خيار يا معلم، مش عارف فاسكيز كده يا معلم. عندك اوديجير وعندك اسينسيو وعندك فيلان مندي. فيلان مندي اللي كان كارثه يا معلم، كارثه. ده يا جدعان والله ما اعرف ابدا بيه السيزون الجاي. اصل السيزون ده يعني انت لو طلعت البطوله ايه ده، بس هو السيزون الجاي هبدا بمندي؟ لا، انا مش هبدا تاني وافضل اعاني بفيلان مندي. فيلان مندي النهارده كارثه، وحمله يا معلم 90% من الجون الاول. الجون الاول اللي يا معلم اصل انت مش نازل مرهق مش قد تجري، انت لاعب لسه نازل في الثانيه 26 او 27. فيا معلم انت ما لحقتش اصلا تجري. ده هم عملوا باصتين ورا وعملوا واحده بالطول على اسينسيو، اللي يا معلم اسينسيو اصح في الملعب. راحت على اسينسيو نزلت يا معلم على جريزمان، جريزمان لعبها فيلان مندي سرحان، سرح وساب الولد اللي وراه فراح مع المدافع اللي اوديجير برضه سرحان. اوديجير يا معلم النهارده ضايع يا معلم، اوديجير ضايع. انت حرفيا لو جينا نعد الثلاث اربع لعيبه اللي لعبوا في الماتش حلوين هم يتعدوا على الصوابع، ومش منهم فينيسيوس جونيور. اللي انشيلوتي اللي يا معلم انا عندي مشكله في التبديلات بتاعت انشيلوتي من بدري قوي، يعني مش من الماتش ده، من ماتشات قديمه قوي. يا معلم انا ليه ما بطلعش فينيسيوس جونيور حتى لو وحش؟ يا جدعان فينيسيوس جونيور وحش، حلو بيباصي بيشوط بيلعب حلو، بيستلم ما بيستلمش، بيعمل كل حاجه، بيفضل في الملعب. فينيسيوس جونيور هيفضل في الملعب حتى لو هو في قمه السوق. مين اللي هيطلع؟ الحته المايله بتاعتي، الحته المايله يا معلم
رودريجو حلو ووحش هطلعه، عشان انا عندي واحد الناحيه التانيه لو طلعت يا معلم بيطلع يسيح. اصل انا خايف من فينيسيوس جونيور. زيدان اللي هو انا اسف يعني زيدان جنب انشيلوتي، لا يا معلم هو اقل خبره تدريبيه واقل صيت يا معلم. هو انشيلوتي اعلى بكتير من صيت زيدان، واعلى بكتير من الشخصيه بتاعت زيدان المفروض كخبره يا معلم. لا هو زيدان ما يجيش حاجه في خبره انشيلوتي. زيدان كان بيقنع رونالدو انك يا معلم والله لا على الدكه، تطلع الدكه في ماتش ولا اتنين، بس لما تنزل هتفير. انا ليه يا معلم اشوف فينيسيوس في اوحش حالاته وهو يا معلم برضه اللي بيعمل كل حاجه في الماتش حتى لو هو وحش، واطلع يا معلم الحته المايله اللي بتطلع ما بتتكلمش. فكده يا معلم كان رودريجو عنده حق، ما كان بيقول لك انا مش محطوط في الحسبه اصلا، ما كان بيقول لك ان بلينجهام ومبابي وفينيسيوس. لا يا معلم رودريجو لما بيجي ناحيه الشمال اذا كان في اصابه ولا في حتى في ايقاف لفينيسيوس جونيور بيبقى اون فاير. فسيب يا معلم برضه فينيسيوس جونيور في الملعب حتى لو هو وحش، وخليه برضه يشوف بلانتيات حتى وهو يا معلم وحش ومش في البيك ومش حلو، وعارف ان يا معلم والله الاولويه بالترتيب اللي انت مش عارفه. وانشيلوتي قبل كده اما قال لك يا معلم والله مين اكتر واحد او اول واحد بيشوط بلانتيات، قال لك يا معلم والله اللي جاهز بيشوط. يعني ايه اللي جاهز بيشوط؟ ما هو يا جدعان ما احنا كسبنا، انا ما عنديش مشكله اقول لك كسبان وفرحان ويلا وكسبنا، بس كسبت ازاي؟ كسبت يا معلم بغلطه الفاريز اللي عمري ما شفت حد يخش يشوط كوره برجله الاثنين، يشوط يعني ضربه جزاء برجله الاثنين. وانا واحد من الناس ما كنتش فاهم يا معلم هي ليه اتلغت، يعني كنت بحسب في مشكله اصلا في الاخراج في بيين، وقلت يا معلم والله في مشكله عندهم وهيحلوها في ضربه الجزاء الجايه هيعدلوا بقى الدنيا، لقيت برضه ملغيه فما فهمتهاش. فيا معلم والله طب هي ليه اتلغت؟ طب ليه يا معلم طول ما هي ما خبطتش في رجله ما اتعادش؟ فهمت بعد كده يا معلم والله ان لا يا معلم هو ده القانون. حتى يا معلم يعني سيميوني ما اعترضش، الفاريز نفسه مع لعيبه اتلتيكو مدريد ما اعترضتش، فما حدش اعترض، فاكيد هم صح. فده القانون. وهو الفاريز يا معلم طلع بعد كده قال لك يا معلم والله اصل هي خبطت في رجلي، عشان كده سيميوني بعد الماتش ما حدش اعترض. فسيميوني يطلع في المؤتمر الصحفي يقول لك يعني نفسي اشوف حد شاف الكوره دي مباشر. لا يا معلم هي مش مباشر، احنا عاملين الفار عشان ما تشوفش الكوره مباشر، فالفار يرجع يقول لك يا معلم فيها خطا هنا. ده الفار برضه اللي ظلمني، ومش اول ظلم يا جدعان برضه، هي مش اول ظلم اتظلم فيه. مين اللي اتظلم؟ مدريد. مين يا معلم اللي هيخسر الدوري بسبب ظلم التحكيم؟ مدريد. ماتش ساسونا، ماتش اسبانيول، ماتش ريال بيتيس، ماتش ريال سوسيداد، ده كله يا معلم انا بخسره او بتعادل فيه او بضيع نقط فيه بسبب التحكيم. التحكيم اللي ظلمني النهارده برضه في ميلان. هو يعني عشان انا كسبت ده كله هيتدارى تحت السجاده وخلاص والحوار خلص؟ الكوره جايه يا معلم صريحه في ايده، صريحه. فينيسيوس جونيور نايم على الارض بيلعب الكوره برجله، الكوره صريحه في ايده، صريحه ما فيهاش، صريحه في ايده، ما حسيتش كده. فيا معلم والله انا عايز اشوف دور الفار اللي احنا كلنا هنطلع نتكلم عليه، كلنا هنطلع نقول اصل ريال مدريد اتظلم. هو هل يا جدعان انا ما عنديش اتنين في الكاستايه، واحد باك يمين وواحد باك شمال؟ ما هو اكيد اللي طلعوا لي يا معلم اسينسيو اكيد عندهم تحت، بس انا ما ببصش. ما هو انا ما ببصش. اسينسيو اللي كان واحد يا معلم بيطلع لك كور، انا عمري ما شفت عيل عنده 23 سنه لسه يعتبر ناشئ بالنسبه لنا، فعيل عنده 23 سنه عنده الثقه اللي على اسينسيو انه يبقى اخر واحد ويبيع نفسه وعارف انه هيروح يا معلم لو اتقطعت او عدت منه فجون، يبيع نفسه ويروح يعمل تاكل والكوره تطلع. الكوره دي لو عدت او هو ما راحش او هو استنى او فضل متاخر لثواني او لفينتو ثانيه، جون يا معلم صريحه. هما ثلاثه رايحين عليك، وانا عايز اشوف بقى هنا مندي. طب يا جدعان طب سيبك من كده، ليه مندي يبدا الماتش او يلعب الماتش او يكمل الماتش وهو وحش؟ مندي يا جدعان كارثه، كارثه اللي بجد والله عايزين تتفرجوا على ضحك وعايز تتفرج على ضحك وعايز تضحك ومش هتضحك حاجه في رمضان يعني. لا يا معلم والله اتفرج على مندي في الماتش ده بس، كميه سرحان وتوهان. فاكر مصطفي في ارسنال؟ لا يا معلم كميه سرحان وتوهان يعني حاجه في قمه العبث. مندي يا جدعان يعني ايه ده؟ ايه ده؟ هو في كده يا جدعان؟ هو ده باك ريال مدريد؟ ده باك جاي لي بعد مارسيلو؟ ده باك جاي لي بعد روبرتو كارلوس؟ احنا ما كفايه بقى. حتى بلينجهام من ماتش فالنسيا اللي طارد فيه هو يا معلم مستواه عامل داون جريد، يعني واخد كده واخد كيرف يا معلم النزول ومش فايق ومش سرحان. واكتر حاجه عملها في الماتش ان هو شاط البلن وجابها، يعني عارف بقى الضحك كله ان كانت البلن دي ما تجيش بقى، يبقى بلينجهام ختمها ختام ابن لذينه يعني.
ففي الاخر يا معلم والله احنا حل ارسنال خصم اقل بكتير من اتلتيكو مدريد، مع احترامي لارسنال، مع احترامي لجماهير ارسنال، فيا معلم والله هم اقل بكتير من اتلتيكو مدريد، واقل بكتير من ان انا اعمل لهم حساب، واقل بكتير يعني يا معلم. ماتش ارسنال ممكن يبقى فيه شويه حماس اذا كان في الامارات، كده كده انت هتلعب اول ماتش في الامارات وتاني ماتش في البرنابيو. انا مستني اشوف ماتش الامارات، مستني اشوف يا معلم الضغط اللي انت هتعمله عليا تاني، زي ما كنت ممكن تخلص الماتش من غير اي ضغط ومن غير اي حاجه في ماتش الذهاب بتاع اتلتيكو مدريد. مستني بقى اشوف ماتش الامارات تاني وانت بتضغط عليا، مستني اشوف الضغط والهبل اللي هيحصل في ماتش الامارات عشان اتمتع كده. وانا واجي ماتش مضغوط بقى بتاع البرنابيو واقول يلا يا مونتادا وهلا مدريد بقى، المنتديات بقى يا صاحبي، واحنا لسه في دوري ابطال، واتقل بس هتتمتع. هتشوف يا معلم سيناريوهات في كتب كده بالسيناريوهات كده، افتح كتاب السيناريوهات كده الصفحه الثانيه يعني شابتر رقم 3، فرج بقى واتمتع على ريال مدريد، اتمتع. فيا معلم كل سنه وانت طيب، ومبروك لجماهير مدريد، وهارد لك لالفاريز واتلتيكو مدريد، وهارد لك لاي حد يا معلم بيشجع اي حد ريال مدريد. في الاخر انت منتظر ارسنال، منتظر يا معلم ملعب الامارات، منتظر انشيلوتي هيعمل ايه، وعندك وقت طويل قوي عشان في توقف دولي، وهنتكلم حاجات كتير قوي، وهنتكلم عن قصص ناس كتير هتستناها. في الاخر ما تنساش الشيء، ولو بتتفرج جديد نازل ماجد دي ومنتدى، ودي حلقات ريال مدريد واتلتيكو مدريد، وامي غير سلام.